تخيل معايا كده في مكان على كوكب الأرض لو حاولت بس تقرب منه خطوة واحدة زيادة عن اللزوم ممكن تختفي للأبد. مكان الحكومة الأمريكية بتحرسه بكل قوة، مستعدة إنها تمسحك من الوجود لو حاولت تعرف اللي جواه. ليه كل السرية دي؟ وإيه اللي بيخبوه هناك؟ المكان ده هو المنطقة 51. اسم سمعناه كتير وارتبط في دماغنا بحاجات كتيرة وغريبة زي الفضائيين والأطباق الطايرة والتجارب اللي محدش يعرف عنها حاجة. لكن السؤال الكبير هو فعلا في كائنات فضائية هناك ولا كل ده أوهام اتزرعت في دماغنا؟ في حلقة النهاردة من أبعاد تانية هنفتح مع بعض كل الملفات السرية وهنحكي عن كل حاجة اتقالت واتسربت من أول تاريخ المنطقة لحد أكتر النظريات جنونا. استعد لأن اللي هتسمعه النهاردة ممكن يغير كل حاجة كنت فاكرها عن العالم اللي عايشين فيه. أول حاجة، فين المكان ده أصلا؟ المنطقة 51 موجودة في ولاية نيفادا في صحراء قاحلة بعيدة عن أي مدينة كبيرة. ليه بعيدة؟ علشان محدش يوصل لها بسهولة. اتبنت سنة 1955 وده في عز الحرب الباردة ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. في الوقت ده كان في سباق محمول للتكنولوجيا العسكرية وطائرات التجسس كانت أهم حاجة. لكن الغريب إن القاعدة دي ما كانتش معروفة للناس خالص، حرفيا مكان على الخريطة محدش يعرف عنه حاجة. الحكومة الأمريكية كانت عاملاه بشكل سري تماما يختبروا فيه الطيارات الجديدة اللي بتتجسس على الروس. كل ده لحد دلوقتي طبيعي لحد ما ابتدى يحصل حاجة غريبة جدا. في الستينات بدأت تظهر إشاعات بتنتشر عن أضواء غريبة في السماء حوالين المنطقة. الناس شافت حاجات مش مفهومة أسرع من أي طيارة عادية، أصوات غريبة، أجسام معدنية بتلمع في الهواء. هنا بدأت الأسطورة. لكن اللي خلى الناس تتجنن أكتر إن الحكومة الأمريكية لما سألها حد من الصحفيين عن المنطقة كانت دايما بتتهرب، ولا مرة اعترفت إنها موجودة. تخيل لحد سنة 2018 يعني قعدوا تقريبا 60 سنة بينكروا إن المكان ده موجود أصلا، لحد ما ظهرت وثائق رسمية من CIA قالوا في حاجة اسمها المنطقة 51، بس قالوا إنها مجرد مكان لتجربة الطيارات. هل ده حقيقي ولا تمويه؟ من هنا بقى بدأت كل النظريات الغريبة، الفضائيين والتكنولوجيا اللي جاية من خارج الأرض والأطباق الطايرة، ولسه كل ده هنجيله. بس قبل ما نخش في الجنون ده لازم نفهم البداية، وده اللي هنتكلم فيه في الجزء اللي جاي. حادثة هزت أمريكا كلها وحطت المنطقة 51 في بؤرة الجدل. في يوم من أيام شهر يوليو سنة 1947 قبل ما نسمع عن اسم المنطقة 51 أصلا حصلت حادثة غريبة في ولاية نيو مكسيكو. دي كانت مدينة صغيرة اسمها روزويل. واحد من المزارعين اللي هناك لقى حاجة وقعت من السماء في أرضه، جسم معدني كبير متكسر شكله مش شبه أي طيارة أو مركبة موجودة في الوقت ده. الراجل خاف وبلغ الشرطة والشرطة بلغوا الجيش والجيش وصل بسرعة الصاروخ. ساعتها الصحافة نشرت خبر بعنوان صادم، القوات الجوية عثرت على طبق طاير في روزويل. يا نهار أبيض، الخبر ده ولع الدنيا. الناس اتجننت، كل أمريكا بتتكلم عن الفضائيين. لكن فجأة الجيش طلع ببيان رسمي وبيقول لا، دي مش حاجة غريبة، ده مجرد بالون تبع الأرصاد الجوية. بالون بعد ما كانوا قالوا طبق طاير. هنا بدأت اللعبة الكبيرة. ليه غيروا كلامهم؟ ليه أول مرة يقولوا طبق طاير وبعدين يقولوا بالون؟ الناس بدأت تشك إن في حاجة أكبر بتحصل. إشاعات طلعت إن الجيش أخذ الجسم الغريب وكمان جثث لكائنات فضائية، واللي زود الموضوع إن الشهود قالوا إنهم شافوا حاجات غريبة قبل ما الجيش يوصل. الكبيرة بقى إن اللي بيأكد الشكوك دي إن بعد الحادثة بفترة قصيرة المنطقة 51 اتبنت، يعني بعد سنتين بس من حادثة روزويل. ناس كتير شايفة إنهم نقلوا حطام المركبة الغريبة هناك وبدأوا يدرسوها، وهنا الأساطير ارتبطت بالمكان ده. الفضائيين، التكنولوجيا الخارقة، الأسرار اللي محدش يعرف عنها حاجة. لكن كل ده مجرد بداية، لأن بعد كده ظهر شخص غير كل قوانين اللعبة. شخص قال إنه اشتغل جوه المنطقة 51 وشاف بعينه أسرار محدش يتخيلها. الشخص ده اسمه بوب لازار. سنة 1989 الدنيا كانت ماشية عادي لحد ما طلع شخص غير كل حاجة، شخص اسمه بوب لازار. بوب ده قال إنه كان بيشتغل في مشروع سري جدا مرتبط بالمنطقة 51 في مكان اسمه S4، وقال كلام لو صح يبقى كل اللي فاكرينه خيال طلع حقيقة.
بوب لازار طلع في مقابلة تلفزيونية وقال أنا اشتغلت في برامج سرية بتفكك مركبات فضائية جت من خارج الأرض. اللي انت سمعته صح، مركبات فضائية. وقال كمان انه شاف بعينه 9 مركبات من دي، وكل واحدة منهم كانت بتشتغل بتكنولوجيا مش موجودة عند البشر. مش بس كده، الراجل قال انه اشتغل على نظام الدفع بتاع المركبات دي، وان التكنولوجيا اللي بيستخدموها مبنيه على ماده غريبه جدا اسمها العنصر 115، والماده دي في الوقت ده ما كانش ليها اي وجود رسمي في الجدول الدوري. تخيل بعد سنين طويله جدا العلماء اكتشفوا فعلا العنصر ده، بس ده كان امتى؟ كان سنه 2003. مش ده لوحده كافي يخليك تسأل هو الراجل ده كان بيقول الحقيقة؟ بوب كمان قال إن المكان اللي بيشتغل فيه كان محاط بسرية تامة، وكل واحد ليه صلاحيات محدودة جدا، لكن اللي شافه هناك بيأكد إن في حاجات غير طبيعية بتحصل. قال إن المركبات دي بتستخدم نظام دفع عكس الجاذبية، حاجة إحنا لحد دلوقتي كبشر مش عارفين نعملها. تفتكر لو الكلام ده حقيقي يبقى الحكومة الأمريكية عندها تكنولوجيا متقدمة بسنين ضوئية عن العالم. لكن تفتكر إن الحكومة الأمريكية اعترفت بكلامه؟ لا طبعا، بالعكس، حاولوا يمسحوا تاريخه بالكامل. سجلاته الجامعية اختفت، الشغل القديم اتشال كأنه ما كانش موجود. بس في حاجة حصلت، في شهود أكدوا إنهم شافوه هناك. وهنا بقى السؤال، هل هو كذاب عبقري ولا شاهد على أكبر سر في تاريخ البشرية؟ بعد كل الكلام ده، هل في حاجة مش طبيعية بتحصل حوالين المنطقة 51؟ الإجابة الناس اللي ساكنة في المناطق القريبة من القاعدة بيقولوا إنهم بيشوفوا أضواء غريبة في السماء، حاجات بتتحرك بسرعات مستحيلة، بتقف في الهواء فجأة وبتختفي في لمح البصر. وكمان في شهود قالوا إنهم شافوا أجسام معدنية كبيرة بتلمع تحت ضوء القمر، أجسام مش شبه أي طيارة معروفة. بعض الطيارات التجارية اللي كانت بتعدي من فوق نيفادا، الطيارين قالوا إنهم شافوا أضواء قوية طالعة من باطن الأرض، كأن في حاجة بتقلع بسرعة جنونية. الأغرب من ده كله بقى إن في ناس حاولت تقرب من المنطقة 51، وده كان قرار غبي جدا، لأن المنطقة 51 مش زي أي قاعدة عادية، أي حد بيقرب زيادة بيختفي. في ناس اتقبض عليهم واتحقق معاهم، لكن في إشاعات بتقول إن في ناس اختفوا محدش شافهم تاني. هل فعلا بيتقتلوا ولا بيتحجزوا في أماكن سرية علشان ما يطلعوش الكلام اللي شافوه؟ محدش عارف ايه اللي بيحصل لحد دلوقتي. واللي زود الموضوع رعب ان في اصوات غريبه بتتسجل في الصحراء حوالين القاعده، اصوات صفير عالي او دبدبات قويه زي حاجه ضخمه بتشتغل تحت الارض. ده غير صور الاقمار الصناعيه اللي بتروي فتحات عملاقه في الارض، كأن في انفاق او مخازن ضخمه تحت القاعده. تفتكروا بيعملوا فيها ايه؟ في ناس بتقول لو فضائيين موجودين فهم تحت الارض دلوقتي في قلب المنطقة 51. بعد ما عرفنا الظواهر الغريبة حوالين المنطقة 51، السؤال اللي بيجنن الكل، جوه القاعدة بيعملوا ايه؟ وايه اللي بيخلي الحكومة الأمريكية تحط كل السرية دي حوالين المكان؟ وليه أي حد بيقرب بيتسجن أو بيختفي؟ النظريات هنا بتقول إن المنطقة 51 مش بس قاعدة عسكرية عادية، ده معمل لتطوير تكنولوجيا المستقبل. تخيل معايا أسلحة بتشتغل بطاقة موجهة تقدر تدمر مدن كاملة في ثواني، طيارات شبحية أسرع من الصوت بمرات، تكنولوجيا اختفاء ممكن تخلي جيش كامل مش باين على الرادار. وكل ده احنا لسه بنتكلم عن الحاجات اللي ممكن تكون من صنع البشر. لكن في ناس بتقول ان الحكومة هناك مش بس بتعمل تكنولوجيا بشرية، في إشاعات انهم بيدرسوا تكنولوجيا من خارج الأرض، تكنولوجيا فضائية بقت في ايد البشر. لو الكلام ده حقيقي يبقى أمريكا عندها قوة تقدر تتحكم في الكوكب كله. في كمان صور مسربة بتقول إن في أجهزة ضخمة جوه القاعدة بتشتغل على حاجات زي التحكم في الجاذبية، أسلحة صوت تقدر تشيل جيش كامل من غير طلقة، وحاجات أبعد من الخيال زي أسلحة للطاقة الحرة أو حتى تجارب على السفر بين الأبعاد. لو أنت شايف كل اللي أنت سمعته ده غريب، الأغرب إن في تقارير اتسربت عن اختبارات على البشر، على البشر، تجارب بيولوجية علشان يطوروا قدرات خارقة أو علشان يدرسوا تأثير التكنولوجيا دي على جسم الإنسان. هل الكلام ده حقيقي؟ محدش عنده دليل قوي،
لكن كل الدلائل حوالينا بتقول ان القاعده دي مش مجرد معسكر تدريب، لكن كل النظريات دي ولا حاجه جنب اللي جاي. بعد كل الكلام اللي فات، في نظريه مجنونه جدا في ناس كتير مؤمنه بيها، ان الحكومه الامريكيه مش بس عندها تكنولوجيا من خارج الارض، لا، في ناس بتقول ان في اتفاقات سريه بين امريكا وكائنات فضائيه. النظريه دي بتقول ان من الخمسينات بعد حادثه روزويل حصل اول اتصال بين البشر وكائنات من كواكب تانية. الحكومه الامريكيه وقعت اتفاق معاهم، احنا نسيبكم تعملوا تجاربكم في اماكن معينه مقابل انكم تدونا تكنولوجيا متقدمه. لو ده حقيقي يبقى فعلا في ناس اختفت لانها كانت جزء من التجارب دي. واللي بيأكد النظريه دي كلام ناس كانوا في الجيش وقالوا ان في اجتماعات حصلت في قواعد تحت الارض. الناس دي قالت انها شافت مخلوقات شبه البشر، لكن جسمهم اطول، لون بشرتهم رمادي، وعينيهم سودا بالكامل. الغريب ان كل الشهادات متشابهه رغم انهم من اماكن وازمنه مختلفه. صدفه ولا حقيقه؟ الاخطر بقى ان في مشروع اسمه بلو بوك اتعمل رسميا للتحقيق في الاجسام الطائره، بس اللي اتسرب بعدين ان المشروع ده كان ستاره لعمليات اكبر بكتير، عمليات تخص دراسه اجسام غريبه واتصالات مع كيانات مش من عالمنا. لو الكلام ده صح يبقى المنطقه 51 مش مجرد قاعده، دي اكبر نقطه التقاء بين عالمنا وعالم تاني، واكبر سر في تاريخ البشريه متخبي تحت صحراء نيفادا. دلوقتي بعد ما عرفنا كل ده عن المنطقه 51، في سؤال واحد بس فاضل: ايه الحقيقه؟ هل المنطقه 51 فيها كل ده، ولا احنا عايشين في كذبه كبيره قوي؟ اللي حكيت لك عنه في الحلقه دي كلها حكايات مبنيه على شهادات، نظريات، تسريبات، واحداث حقيقيه. لكن هل فعلا الحكومه الامريكيه مخبيه علينا حاجه اكبر من خيالنا، ولا احنا اللي بنحب نصدق الحاجات الغامضه علشان نهرب من الواقع؟ انا رايي ان في اسرار، لكن هل في فضائيين؟ هل في اتفاقات مع كائنات من عوالم تانية؟ ده اللي انا هسيبه ليك. اكتب لي في التعليقات ايه اكتر حاجه خوفتك في الحلقه دي، وتفتكروا المنطقه 51 فعلا فيها اسرار عن الفضائيين ولا كلها كلام فاضي؟ انا محمد انور، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الحلقات الجديده. استنوني يوم الخميس الجاي الساعه 9 في حلقه جديده من ابعاد تانية. مع السلامه.